5 استخدامات للمايكرويف 90% من الناس مش عارفاهم وخصوصا الأخير. تعرفوا إن كل مايكرويف ليه مستوى طاقة معين، تقريبا 10 مستويات للطاقة. كل مستوى بيسوي الأكل بطريقة معينة، يعني تسخين الأكل غير مثلا تسوية الكيكة من غير ما نحرق الحروف بتاعتها، توزيع الحرارة بشكل متساوي. فاحنا نقدر نتحكم في مستوى الطاقة بتاع المايكرويف حسب احنا هنسوي الأكل ولا هنسخنه. تاني حاجة، وبما إننا في الشتاء، تقدروا تعملوا في المايكرويف مشروبات سخنة، بس أهم حاجة ما تحطوهاش في حاجة تكون مقفولة عشان ما تتعرضش للانفجار. وكمان مهم جدا ناخد بالنا لو أي مشروب فيه لبن إنه ممكن يفور وهو جوه المايكرويف، عشان كده ناخد بالنا من درجة الحرارة كويس قوي. تالت حاجة معانا، تعرفوا إن معظم المايكرويف الموجودة دلوقتي فيها شواية، يعني ببساطة نقدر نشوي فيها لحمة، بس بشرط قطعة اللحمة تكون صغيرة قوي، وكمان تتحط في أطباق مقاومة للحرارة، وكمان ممكن نسوي فيها كيك. رابع حاجة معانا الشوي المختلط، وده ببساطة المايكرويف في نفس الوقت بيشتغل شواية ويشتغل مايكرويف، وده بيساعد ان الحاجة بتاعتنا تاخد لون كراست مقرمش وبيقلل وقت التسوية في المايكرويف زي السمك والفراخ. خامس واهم حاجة وهي فك التجميد، ودي اللي انا هعملها معاكم عملي. بدل ما نحط الحاجة تفك في التلاجة طول الليل او نحطها في مية عشان تفك، ممكن في خلال ربع او تلت ساعة بس نفكها في المايكرويف. تعالوا اوريكم ازاي نفكها عن طريق الوزن وعن طريق الحرارة. يلا بينا. اول حاجة دي فروست، ده كده بالوقت 10 دقايق، ممكن نزود كمان نخليها تلت ساعة. جو